خطأ من الحارس واحده خالد. من هنا المفروض ان الكره وهي بتتلعب أيوة. لازم الحارس بياخد خطوه قدام عشان يقابل الكره، ما يستناش الكره تيجي. لو أيوة. لو الكره دي وصلت للمهاجم كانت تبقى هدف مؤكد. ولازم الحارس، احنا بنقول للحارس روح للكره، ما تستناش الكره هي اللي تجي لك. شوف الحارس واقف فين، واقف أيوة. تمركز خاطئ جدا للخلف. كان المفروض يبقى واقف على بره السته شويه، لان شيكابالا بيرفع الاوفر للي جاي من ورا، مش أيوة. شايط في الجول. فبالتالي لازم يبقى قاري اللعيب اللي هو هيعمل الاوفر، او اللعيب اللي جاي مخترق من بين المدافعين. الحاله اللي بعديها ده هدف، ده الهدف اللي هو الهدف الثاني. ده طبعا نفس الشيء اللي قلناه، لان لازم الحارس، وحصلت مرتين. الحارس لازم يكون في تفاهم بينه وبين المدافع، ولازم يروح يقابل الكوره على الزاويه القريبه. هو ده شوف رايح فين، مستني الكوره في الخلف، راح مستني الكوره في الخلف. المفروض يروح لقدام يقابل الكوره ده، حتى لو زميله اخطا ان هو وهو بيلعب الكوره، كان المفروض هو هيبقى في المكان الصحيح، كان ممكن يعمل عمليه انقاذ للهدف. اللي بعده يعني يمكن على فكره، بما انها دوره تدريبيه، دوره حوض النيل، كنا حريصين ان احنا نعمل شق تعليمي لحراس المرمى زي ما عملناه مع الكابتن احمد ناجي، وكان لنا السبق. فيعني نحن سعداء ان يكون لنا السبق في ان يكون برضه هذا الجانب مع الكابتن عادل مأمور بشكل رائع ومنظم. نفس الحكايه برضه، هو بيختلف مع المدافع بتاعه. فالمفروض يبقى في تفاهم اكتر من كده وانسجام ما بين المدافعين وحراس المرمى. لما بتكلم يبقى لازم اقف على طول في مكاني. ده نفس الشيء حصل. نفس الشيء هو أيوة. المره دي هو رايح فيها. شوف هنا بقى بين المسافه بين الكره الاولانيه والكره الثانيه، هو دلوقتي هنا رايح للكره اتكلم، بس للاسف المدافع ما هو بقى زعق فيه على فكره. المدافع حب يعمل ان هو ينقذ الكره، وهي اصلا الكره بالنسبه له هو اسهل، عشان كده اتكلم معاه. اتكلم معاه، فهم اختلفوا مع بعض، هم الاثنين مختلفين مع طول المباراه مع بعض. اللي بعده يعني تتعاد تاني نفسها. لازم الحراس يتكلموا مع المدافعين. لازم يتكلم معاه، ولازم صوته يكون عالي جدا، على اساس ان في جماهير في الملعب. ممكن يكون المدافع ما سمعش، وبالتالي برضه لازم يكون صوته اعلى من كده. احمد بلال، سيد حمدي. ودي التصويبه. دي لو احنا خالد بص، دي انا عايز اقولها عشان دي جت الجول الاولاني اللي احنا ما حضرناهوش، اللي هو بتاع سيد حمدي. ايوه. اللي حارس المرمى. ارجع تاني يا خالد. حارس المرمى من وقت الرفعه. من وقت الرفعه. ايوه. في الهدف خرج بدري، وهنشوفها مع بعض. خرج بدري من جوله، وقف في مكانه وما رجعش بعد ما عدته الكوره. هنا بقى نفس القعده، الكوره اتلعبت، اول ما عدته بدا يرجع الخطوه اللي هو طلعها، لان لازم يرجع الخطوه دي عشان ما تسقطش الكوره وراه لو اتلعبت او وصلت لاي مهاجم من مهاجمين مصر. يعني رجع مكانه بالصح، في المكان الصح، رجع تاني يقفل في مكانه تمركزه الصحيح. خليني اقول ان في خبر عاجل. ابراهيم سعيد ينفي للدكتور محمد